طيب اليوم إن شاء الله عز وجل سندخل المسجد الأقصى المبارك من خلال تطبيق قام بإنتاجه شركة كريمة فاضلة يقوم عليها إخوان كرام لنا من أهلنا من سوريا، وهي شركة جوي بوكس، وهي شركة في سوريا عملت في مشروع لإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد متكامل بدقة شديدة للمسجد الأقصى المبارك، وكان العمل قد امتد فيه 7 سنوات. يعني أنا دخلت في هذا العمل فقط للمساندة والإشراف العلمي بعد 3 سنوات. خلال 3 سنوات كانوا قد أنهوا قبة الصخرة، لأنه فقط 3 سنوات كاملة لقبة الصخرة، لأنه لم يكن عندهم ماتيريالز، يعني مواد يقدمونها. ثم بعد أن توفرت لديهم، يعني لما دخلنا معهم في المشروع وقدمنا لهم المواد والصور والفيديوهات والمخططات وما يحتاجونه فعليا، تمكنوا من إنجاز كل المسجد الأقصى المبارك في 4 سنوات أخرى، يعني المجموع 7 سنوات من العمل. المفارقة أن فريق العمل الذي كان في هذا البرنامج لم يزر منهم أحد المسجد الأقصى، يعني هم لم يدخلوا المسجد الأقصى، وبالتالي ستستغربون أنه معقول كيف يعني لم يقدم، يعني قدموا شيئا للمسجد الأقصى ولم يروه. مع ذلك تمكنوا من أن يغطوا المسجد الأقصى بدقة تتجاوز 95% من الصحة من الواقع الذي تراه فعليا، حتى بالأبعاد يعني. وحتى معمول أنه بطريقة أنه أنت بإمكانك تمشي بسرعتك العادية، سرعة المشي العادية، أو أنك تمشي بسرعة بحيث تتجول بحرية كالطير في داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا ما في طيران، فعليا وضع داخلي طبعا، لكي تشعر فعليا بالقرب من المسجد الأقصى. فهذه أول إشارة لدينا في هذا اليوم، أنه يمكنك أن تقدم شيئا للمسجد الأقصى المبارك حتى لو لم يعني يكن بيدك شيء، حتى مهما كان يمكنك أن تقدم شيئا للمسجد الأقصى المبارك مهما كانت قدراتك ومهما كانت إمكانياتك. طبعا قبل أن أبدأ وعندما أختم أيضا سأضع لكم هذا الموقع، اللي هو الموقع الذي بإمكانكم من خلاله أن يتم تنزيل وتحميل هذا البرنامج بشكل مجاني على كافة هذا هو أقصى3d.com، على كافة المنصات، يعني على أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوبس يمكنكم من هنا تحميله مجانا، على أجهزة الهواتف سواء كان هاتفك هاتف أبل يمكنك تنزيله، اسمه موسوعة الأقصى الإلكترونية، أو ممكن من خلال هذا الموقع أيضا تأخذك مباشرة الأبل ستور، أو إذا كان عندك جهاز يعمل على أندرويد بإمكانك تحميله أيضا مجانا من جوجل بلاي، إما بكتابة موسوعة الأقصى الإلكترونية أو بدخول يعني طريق هذا الموقع. ونفس الشيء هناك نسخة للتاب اللي هو الأجهزة اللوحية أو الآيباد، بإمكانكم أن تدخلوا مباشرة من خلال من خلال هذا الموقع لتحميل هذا البرنامج. سأعيد هذا إن شاء الله عز وجل في نهاية المحاضرة بإذن الله رب العالمين، أو في نهاية اللقاء، بلاش محاضرة، هي زيارة بأرواحنا إلى المسجد الأقصى المبارك، نسري إليه كما سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني هذه نقطة أولية نبدأ بها، ومن عنده أي سؤال خلال الكلام يمكنه تسجيله عبر الشات. نعم، موسوعة الأقصى الإلكترونية، أخ مصطفى أنور يسأل موسوعة الأقصى الإلكترونية. نعم، موسوعة الأقصى الإلكترونية، هذا طبعا لأجهزة أندرويد وأجهزة أبل على الجوجل بلاي أو أب ستور. فالآن سندخل إلى هذا البرنامج، وبإمكانك أن تسجل أي سؤال عن طريق الشات. تمام، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا الله عز وجل بدخوله بأجسادنا بعد أن ندخله بأرواحنا في هذه الجولة اليوم. طيب، نبدأ الآن الدخول إلى هذا البرنامج بإذن الله رب العالمين. ويمكننا أن نلاحظ هنا أن أول شيء يعني نراه هو المسجد الأقصى المبارك كاملا. طبعا عندي ملحوظة في البداية لابد أن لا أنساها، أن هذا البرنامج طبعا تكلفته كانت عالية، لكن تقدمت بعض أخواتنا الكريمات في جمعية اسمها جمعية قوافل في الكويت، وقررنا أن يتكفلن بتوفيره مجانا لكل أبناء الأمة، فهو وقف لكل أبناء الأمة مجانا. شكرا جزيلا لأهلنا في الكويت، بارك الله فيهن وفيهم جميعا. أول شيء يجب أن نعرفه، ما هو المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى المبارك كل ما تراه داخل هذا السور، يعني ليس هذا المبنى الذي يظنه بعض الناس المسجد الأقصى واسمه الحقيقي الجامع القبلي،
وهو جزء من الأقصى، وليس هذا المبنى فقط وهو قبة الصخرة المشرفة وهي جزء من المسجد الأقصى المبارك أيضا. طبعا لماذا نرى في الصورة دائما الصورة القبة الذهبية أو القبة السوداء، خاصة القبة الذهبية هي رمز المسجد الأقصى. يعني كما أن يعني ليس خطأ أن تضع رمز الأقصى القبة الذهبية، لماذا؟ هي قبة المسجد كله، هكذا أصلا بنيت على هذا الأساس. فمثل أن تضع القبة الخضراء رمزا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن الحجرة النبوية تفترض بها أن تكون أصلا خارج المسجد النبوي، يعني القبة الخضراء هي أصلا خارج حدود مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها الآن هي رمز مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكعبة هي رمز المسجد الحرام. فالقبة الذهبية هي رمز المسجد الأقصى المبارك كاملا. هذا طبعا لماذا أقوله؟ لأنه بعض الناس أحيانا بيطلع لنا بيقول لنا لما يشوف صورة القبة الذهبية إنه إياكم ديروا بالكم احذروا، هذا ليس الأقصى إنما ذلك الأقصى، وبيأشر على الجامع القبلي هنا وبصير يقول لك هذا الأقصى وليس هذا. هذا كلام غير صحيح، كله غير صحيح. المسجد الأقصى هو كل ما داخل السور، هذا تعريف المسجد الأقصى المبارك. يعني صليت داخل القبة أو داخل الجامع القبلي أو فوق سقفهما أو على الأرض في الساحات فوق الأرض تحت الأرض في المصليات التي تحت الأرض بين الأشجار، تلاحظون هناك أشجار كثيرة في المكان، بين الأشجار تحت الأشجار، أقول لك فوق الأشجار إن استطعت أن تصلي فوق الشجر عاد أنت حر، إذا عندك اللياقة الكافية أن تصلي فوق الشجر. كله يسمى مسجد الأقصى، ما فوق الأرض وما تحت الأرض إلى السماء كله المسجد الأقصى المبارك بهذه المساحة التي تصل إلى 144 دنم، يعني 144 ألف متر مربع. المسجد الأقصى المبارك يتحد مع البلدة القديمة في القدس بسوره الشرقي هذا وسوره الجنوبي. طبعا كلما نظرت إلى الجامع القبلي لتعرف الاتجاهات، إذا أردت أن تعرف الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب، لأنه الأقصى كبير 144 دنم شيء ضخم يتسع لربع مليون إنسان، يعني أطول ضلع من أضلاع هذا الضلع الغربي هذا طوله 492 متر، يعني حوالي نصف كيلو متر. تخيل مسجد واحد طوله يعني سوره نصف كيلو متر. والأقصر سور هو السور الجنوبي 281 أظن أو 82 متر، فنحن نتكلم عن حوالي 300 متر طول السور الأقصر ونصف كيلومتر طول السور الأطول. أينما نظرت ورأيت الجامع القبلي تعرف أنك تنظر باتجاه الجنوب في ذلك في هذا المسجد، فبالتالي الشمال هنا، الجنوب هنا، الشرق هنا، والغرب هنا. ونلاحظ أن هذه النقاط التي تؤشر فعليا إلى بوابات المسجد الأقصى المبارك موجودة في الجهة الشمالية والجهة الغربية. لماذا؟ لأن السور الجنوبي والسور الشرقي يؤديان إلى خارج البلدة القديمة، وبالتالي كان قديما فيها أبواب لكنها مغلقة، منها باب الرحمة، هذا الباب الكبير هنا في السور الشرقي والذي افتتح للصلاة يعني مرة أخرى في العام الماضي في هبة باب الرحمة. وهنا يوجد باب قديم اسمه باب الجنائز، وهنا في الجهة الجنوبية يوجد 3 أبواب، الباب المزدوج والباب الثلاثي والباب المفرد، وهذه كلها مغلقة لأنها كانت تؤدي إلى خارج مدينة القدس المسورة قديما. الآن في الجهة الشمالية نرى 3 أبواب، الباب الأول باب الأصفار، ثم باب حطة، ثم باب الملك فيصل. والملك فيصل ملك العراق في الثلاثينيات وليس الملك فيصل ملك السعودية، فبالتالي سمي على اسمه، وأيضا له اسم آخر وهو باب شرف الأنبياء، ويقال له أيضا باب العتم المعتم، يعني أو الظلام لأنه معتم. وفي الناحية الغربية هناك 7 أبواب، باب الغوانمة، باب الناظر، باب الحديد، باب القطانين، باب المطهرة أي المتوضأ، باب السلسلة، وأخيرا باب المغاربة. طبعا بعض الناس بيسألني أحيانا طب باب العمود أين هو؟ باب العمود ليس من أبواب المسجد الأقصى، باب العمود وباب الخليل هي من أبواب مدينة القدس المسورة، لها 7 أبواب أيضا لكنها ليست أبواب المسجد الأقصى، تختلف تماما. طيب هذه الأبواب مفتوحة لدخول جميع المسلمين باستثناء باب المغاربة. الاحتلال الصهيوني يسيطر على مفاتيح هذا الباب منذ عام 67 ويمنع المسلمين من دخول هذا الباب، وهو مفتوح فقط للالتحامات. لذلك سندخل من هذا الباب، يعني نكاية في الاحتلال اليوم سنختار هذا الباب باب المغاربة وندخله إن شاء الله عز وجل داخل المسجد الأقصى المبارك بإذن الله رب العالمين. طيب الآن يمتلئ طبعا ريثما يتم الدخول إلى البرنامج
يجب أن نقول مسألة مهمة جدا. كل ما تراه في داخل المسجد الأقصى المبارك من أنواع الأشجار هي أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى المبارك. يعني المسجد الأقصى هو المسجد الوحيد الذي يحتوي على أشجار كثيرة. هذه الأشجار يعني هذا هو فتح هذه الأشجار هنا باب المغاربة كما نرى. هذه الأشجار التي ترونها هي أجزاء من المسجد الأقصى المبارك. يعني لماذا نركز على هذه النقطة؟ لأنه في الفترة الأخيرة كثر سقوط هذه الأشجار بسبب الحفريات الصهيونية التي تحت الأرض ومحاولة التفريغ الأرضية من تحتها. فبالتالي يفترض بالأمة أن تغضب لسقوط شجرة في المسجد الأقصى كما تغضب لأي شيء يحدث في المسجد. لماذا؟ لأنه كله مسجد. واضح؟ الآن نحن الآن نقف عند باب المغاربة كما نرى الاسم، والفوانيس التي ترونها هذه التي يعني موجودة مضافة في البرنامج، هذه أضيفت لكي تعطيك المعلومات. يعني يمكنك من هنا من الإعدادات أن تشغلها في عرض النص، وهناك خرائط، يعني خريطة بحيث تعرف أين تمشي إلى آخره. والكاميرا الحرة هي التي نشغلها الآن. كاميرا التجوال فقط بالمشي البطيء، والصوت طبعا نحن قد أوقفناه بشكل عام. طيب، هذا إذا باب المغاربة، وهو أحد الأبواب المفتوحة في المسجد الأقصى، ولكنه لا يسمح للمسلمين بالدخول منه اليوم. هذا الذي أمامنا هو الجامع القبلي، وهو الذي سنختم به جولتنا إن شاء الله، وهو مكان الصلاة الرئيسي للإمام وللرجال في المسجد الأقصى المبارك. طبعا هنا ونحن نمشي ننظر عن يسارنا ونحن نمشي، فنجد المشهد البديع، مشهد قبة الصخرة المشرفة يتجلى أمامنا بهذا المشهد البديع. ومن هناك سنبدأ جولتنا بإذن الله رب العالمين. ونمشي ونحن نمشي طبعا نمر بجانب هذا السبيل، سبيل اسمه سبيل الكأس. هذا السبيل وهو سبيل عمره 800 سنة، وهذا شيء طبيعي على فكرة في القدس. يعني السبل الماء أو المباني القديمة جدا هذه طبعا التي ترونها الأقواس تسمى الموازين، وتسمى أيضا البوائك، جمع بائكة. بعد إذنكم أوقف فقط. هناك يعني واحد من الناس يعني عملنا انوتيشن فسنمسح طبعا، يعني فأوقفنا فقط إنه واحد يجي يدخل يعمل لنا إزعاج شوي. طيب، فنرجو المعذرة. بارك الله. الآن أمامنا هنا البائكة هذه، وهذه واحدة من 8 بوائك في المسجد الأقصى المبارك. والبوائك في المسجد الأقصى المبارك هدفها الأساسي جمالي، إضافة إلى أنه تنظيمي. يعني هنا تستطيعون أن تروا أنه أصبح المدخل بدل ما هو واسع أصبح يشكل 1 2 3 4 مداخل. يمكننا أن نغلق 2 مثلا أو 3 ونفتح فقط مساحة واحدة للتحرك، وهذا يسهل عملية التحرك في المسجد الأقصى المبارك. وهنا نحن نقف أمام الحدث، المبنى الأعظم والأجمل الذي بناه المسلمون حتى اليوم، قبة الصخرة المشرفة، أجل المباني التي عرفها التاريخ الإنساني من المسلمين. هذه القبة الجميلة أمر ببنائها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وعند بنائها يعني أعطي مهمة البناء لمهندسين مسؤولين عن البناء. واحد منهم اسمه رجاء بن حيوة الكندي من مدينة بيسان في فلسطين، والثاني اسمه يزيد بن سلام من مدينة القدس. قبيل البناء بنيت هذه القبة، وهي قبة السلسلة. لاحظوا، هي قبة أصغر بكثير من قبة الصخرة، وهي يعني يقال إنها نموذج أولي، بروتوتايب أولي لقبة الصخرة، بحيث أنها تبنى على شكلها. قبة الصخرة ثمانية، هذه القبة لها 11 ضلعا. لكن هذه القبة لها ميزة، إنه هنا هذه النقطة، نقطة الوسط فيها، هي نقطة وسط المسجد الأقصى المبارك كله. فهي نقطة الوسط في المسجد الأقصى المبارك كاملا، وهذا يجعل قبة الصخرة المشرفة لا تقع في الوسط، وإنما تقع في موضع القلب بالضبط، يعني مائلة قليلا إلى اليسار، مثل موضع القلب في جسدك تماما. طيب، طبعا هنا مررنا على قبة محراب النبي، هذه القبة. وأمامنا القبة طبعا بنيت كما قلنا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وهذا الرجل عندما أمر ببناء هذه القبة خصص لها، كما تذكر الروايات الموجودة في بعض الكتب، خصص لها خراج مصر التي كانت في ذلك الوقت أغنى ولاية من ولايات الدولة الأموية لمدة 7 سنوات. خصص لبناء هذه القبة الجميلة
والذي أشرف على البناء هو الوليد بن عبد الملك الذي كان في ذلك الوقت وليا نعم. كان وليا للعهد في ذلك الوقت، وهو المسؤول عن الإشراف على البناء، كان قد أقام في القدس وأشرف على البناء. قبة السلسلة بعد البناء صارت تستعمل مجلسا، أثناء البناء استعملت للمهندسين، وبعد البناء بقيت موجودة تستعمل لاستقبال الأمراء وغيرهم، حتى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك كان يحب الجلوس في هذه القبة عندما يأتي إلى الأقصى ويزور المسجد. عندما انتهى البناء زاد من المبلغ المرصود له 100,000 دينار ذهبي. 100,000 دينار ذهبي. فقرر الخليفة تسليم هذا المبلغ للمهندسين المسؤولين عن البناء، اللي هو رجاء بن حيوة الكندي ويزيد بن سلام. فرفض كلاهما استلام المبلغ، وقالوا للخليفة: نحن أولى أن نزيده من حلي نسائنا. فعند ذلك أمر الخليفة بإعطاء هذه، أو أن تؤخذ هذه الدنانير الذهبية وتسبك على شكل سبائك وتغطى بها القبة في الأعلى. يعني هذا اللون الذهبي، اللون الذهبي، لاحظوا ليست القطعة هذه التي نراها، انتبهوا، اللون الذهبي كان فكرة الخليفة عبد الملك بن مروان وليس فكرة المهندسين. فبعد أن بنيت بهذا الشكل كانت هذه القبة طبعا كانت صارت ذهبية اللون. ففي عهد الفاطميين، قبل الاحتلال الصليبي، لأن الفاطميين طبعا الذين كانوا خرجوا من منطقة المهدية في تونس ومن عند كتامة ثم المهدية، ثم بعد ذلك وصلوا إلى مصر وحكموا مصر منذ عهد المعز لدين الله. الفاطميون هم الذين سقطت القدس بيد الاحتلال الصليبي في زمانهم. قبل سقوطها بقليل حدث حدث مهم في المسجد الأقصى المبارك، وهو أن القبة الذهبية التي تراها أمام عينيك سقط الجزء الذهبي تماما على الأرض، سقط من ثقلها، فتم إعادتها مرة أخرى، ولكنها غطيت بالرصاص، ألواح الرصاص الأسود. فسبحان الله كانت تريد استقبال، أو على وشك أن تستقبل الاحتلال الفرنجي، سبحان الله العظيم. فاتشحت القبة، صار لونها أسود، اتشحت بالسواد حتى جاء العهد الحديث، يعني بقيت سوداء في العهد الصليبي، ثم في العهد الأيوبي، ثم في العهد المملوكي، ثم في العهد العثماني، ثم في عهد الاحتلال البريطاني، وفي عهد الحكم الأردني بين عام 48 و 67. الأردن هي التي حكمت مدينة القدس والضفة الغربية، أو عفوا القسم الشرقي من مدينة القدس تحديدا، وبما فيه البلدة القديمة والمسجد الأقصى والمقدسات الموجودة هنا، اللهم صل على محمد. وفي ضمن ذلك قام أو أمر الملك حسين الراحل، الملك الأردن الراحل الملك حسين، بإعادة اللون الذهبي إلى القبة، فتمت إزالة تلك الألواح في نهايات الخمسينات، واكتمل العمل في عام 62 بتغطية القبة بألواح من النحاس المصفر، نحاس مذهب. وبعد ذلك في عام 95 كان الملك حسين أيضا قد قرر أن يعيد اللون الذهبي، ولكن بالذهب هذه المرة ليس بالنحاس، فوضعت هذه الألواح وانتهى العمل في عام 95. وهذه ألواح من الألومنيوم والخرسين اللي هو الزنك، المطلي بالذهب طلاء كيميائيا بطبقة رقيقة من الذهب الحقيقي. يعني ما ترونه أمامكم هو ذهب حقيقي. القبة ضخمة والحجم ضخم جدا. الهلال الصغير الذي ترونه في الأعلى 4.5 أمتار. المربعات الذهبية هذه التي ترونها في القبة كل واحد منها متر، طوله متر وعرضه متر. في حدث آخر مهم في تاريخ قبة الصخرة المشرفة، أن في زمن الخليفة العثماني سليمان القانوني حدث تغيير مهم آخر في قبة الصخرة. ما هو؟ أمر السلطان سليمان القانوني بإزالة الفسيفساء. كانت الفسيفساء اللي هي الحجارة الصغيرة المرتبة بشكل معين، كانت مغطاة القبة فيها من الداخل والخارج. من الداخل ما زالت موجودة، سنراها الآن إن شاء الله. من الخارج أمر بإزالتها ووضع بدلا منها هذا البلاط الأزرق الذي ترونه، واسمه البلاط القاشاني. وهذا البلاط القاشاني هو بلاط يصنع بالذات في مدينة مشهورة بهذا البلاط في كوتاهية. يعني أخبرني أحد الأساتذة الأتراك أنها صنعت في مدينة كوتاهية وأتي بها إلى المسجد الأقصى المبارك، وضعت هنا. فهذه البلاطات الزرقاء وهذا البلاط الأزرق هو في عهد السلطان سليمان القانوني، ثم في عهد السلطان عبد العزيز قبل عبد الحميد مباشرة. أمر عبد العزيز بكتابة سورة ياسين على قبة الصخرة على هذا الشريط الذي ترونه عند اليد، عند الذراع. طيب، قبة الصخرة من الداخل من الخارج جميلة،
وبديعة ومذهلة، لكنها من الداخل شيء آخر. من الداخل قبة الصخرة يعني شيء غير معقول. يعني هذه القبة نستطيع أن نرى هنا العظمة والجمال في بنائها الجميل. هذه القبة أينما نظرت في داخلها رأيت العجب العجاب، يعني رأيت الزخارف والمباني والتحف الفنية البديعة من الزخارف الفنية الذهبية الموجودة في كل زاوية. كما نلاحظ هذا الذي ترونه في أعلى القبة هو خشب محفور ومغطى بالذهب وبألوان مختلفة. وفي الأعلى أعلى نقطة هناك آية موجودة، هي آية الكرسي. من إيدك اليمين تبدأ، انظر عن يمينك تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، من يمينك لتحت الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية التي تستدل. فهي أعلى نقطة في المسجد الأقصى المبارك آية الكرسي. ولاحظوا أن اللون الذي يغطي القبة أكثر شيء هو اللون الذهبي. ولاحظوا الزخارف، هذه الزخارف فسيفساء يعني حجارة مرتبة بهذا الشكل. لاحظوا مسألة، في البداية تظنون أن كل شيء مكرر، لكن انظروا بين الشبابيك وانظروا إلى الشبابيك نفسها، تلاحظون أنه لا يوجد شيء مكرر، لا يوجد شيء مكرر أبدا. يعني حتى الشبابيك نفسها غير مكررة، وحتى الوحدات الزخرفية التي في الأسفل هنا غير مكررة. وفي الأسفل هنا في الخط الذي عنده اليد هنا من عند بسم الله الرحمن الرحيم في الوسط وسط الشاشة مباشرة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سورة طه، وهي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للكتابات الموجودة على القبة في قبة الصخرة المشرفة، هي كتابات نستطيع أن نقول إنها تغطي يعني 3 موضوعات أو 4 موضوعات رئيسية. نصعد إلى هذا الدرج هنا، طبعا هذا الدرج يعني يوصل إلى سطح قبة الصخرة لكنه هنا مغلق. نستطيع هنا أن نرى بعض الفسيفساء المزخرفة، الفسيفساء الذهبية. لاحظوا كل متر مربع من هذه كما أخبرني أحد الذين يقومون بالترميم هناك يحتوي على 40,000 حجر كل متر مربع. في الأعلى هنا تستطيعون أن تروا الكتابة، يعني خط الكتابة واضح وهو غير منقوط، لأنه واحد من أقدم الكتابات الموجودة قبل التنقيط. يعني هنا مكتوب الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، إضافة إلى الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع الثاني، والحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الموضوع الثالث، وأخيرا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو الموضوع الرابع. إذا القبة الكتابات التي فيها تبين أن الهدف من بنائها كان هدفا دعوي. ونلاحظ من هنا أنه لا يوجد أي شيء مكرر، حتى الأعمدة. لاحظوا كل عمود عنده عمدان، العمدان نفسها كل واحد له شكل. ولاحظوا الصخرة نفسها نستطيع أن نراها الآن، نتكلم عنها إن شاء الله. هذه المدامج، هذه المباني الضخمة، الأعمدة الضخمة المستطيلة غير هذه الأعمدة الصغيرة للدعم، هذه التي يقوم عليها المدامج. عددها 8، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8، ورجعنا إلى الذي كنا عنده. فهذه المدامج هي التي تحمل القبة. لاحظوا هي التي تحمل مبنى كاملا، فهي تقوم فوقها المبنى كله بما فيه القبة التي في الأعلى. فمن هنا يبدو، لاحظوا وضعوا آية الكرسي ليه. في عندنا آية في القرآن الكريم تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فهي يعني مثلت أو أخذت هذه الآية ومثلت بهذا الشكل. ما في عندك 8 مدامج ضخمة تحمل القبة، فبالتالي وضعت آية الكرسي التي تمثل الحديث عن عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب هنا الصخرة، نصعد إلى الأعلى. طبعا في الأيام العادية لا يسمح بذلك، لكن في البرنامج عادي. الصخرة كما نرى هي كبيرة جدا، طولها حوالي 13 مترا في حوالي 8 أمتار تقريبا. هي صخرة طبيعية ليست معلقة ولا تقف في الهواء ولا شيء. يعني يظن بعضهم أنها معلقة في الهواء لسبب وجود ثقب. لاحظوا هذا الثقب موجود تحته مغارة كما نرى هناك الدرجات. يعني نذهب إلى هذه المغارة هنا، نلاحظ أنه في عندنا درج نذهب به إلى هذه المغارة، نضغط انتر لنكون في الداخل. هذه المغارة تسمى مغارة الأرواح، مجرد تسمية. يعني بعض الناس يظن هنا أنه تحت الصخرة، والحقيقة أنك هنا داخل الصخرة. الصخرة مش ترتفع بهذا الشكل، هي لها لسان صغير يعني مرتفع قليلا، فبالتالي تستطيع أن ترى هذه المغارة
الصغيرة من هنا. وهنا في هذه البقعة في الأعلى هذا الثقب صنعه على الأرجح الصليبيون لكي تسيل منه دماء أضحيات كانت تقدم في هذه البقعة، لأن المسيحيين واليهود يعتقدون أن يعتقدون أن هذه الصخرة شهدت ذبح نبي الله إسحاق أو محاولة ذبح إسحاق عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف طبعا المسلمين يقولون بكل وضوح أن الذبيح لا هو سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس سيدنا إسحاق عليه الصلاة والسلام، والمكان هو مكة المكرمة. طيب هنا سنخرج إلى خارج قبة الصخرة المشرفة لنكمل طريقنا بإذن الله رب العالمين. طبعا اليوم لن نستطيع أن نزور كل شيء في المسجد الأقصى، فقط زيارة سريعة لبعض الأماكن التي تهمنا. يعني سنذهب من هنا إن شاء الله عز وجل الآن إلى ننتظر حتى يفتح. سنذهب من هنا إن شاء الله عز وجل باتجاه نعم لاحظوا هذه ساحة القبة مليئة بالمعالم. لن نذهب إلى الجامع القبلي الآن، سنذهب ابتداء إلى هذه المنطقة اللي هي الجهة الجنوبية الشرقية. وفي الجهة الجنوبية الشرقية يمكننا أن نرى أمامنا ساحة كبيرة. طبعا هنا لاحظوا الجامع القبلي هذا هو، وأمامنا هناك باب أخضر، هذا الباب الصغير. هذا الباب هو باب مكان يسمى مصلى عمر ملحق بالجامع القبلي، إن هو جزء من الجامع القبلي لكنه يسمى مصلى عمر، وهو يمثل نقطة وسط السور الجنوبي فقط، وليس المكان الذي صلى فيه عمر. ربما صلى في تلك الجهة، لكن الأرضية التي ترونها ليست الأرضية التي كانت في عهد عمر، كانت منخفضة كثيرا في عهد عمر رضي الله عنه، حوالي 15 متر تقريبا، أو يعني 10 أمتار تقريبا. فهذه الساحة التي نراها ساحة واسعة جدا، ولكن نستطيع أن نرى أنه عندنا درجات تنزل تحت هذه الساحة. لاحظوا الساحة مفتوحة وعندنا هذه الدرجات تنزل تحت هذه الساحة، فلندخل منها. عندما ندخل نرى أنفسنا في هذا الممر الذي يؤدي بنا إلى الباب المغلق، أحد الأبواب المغلقة في هذه الناحية، هذا الباب الثلاثي الذي ترونه أمامكم. هذا الباب الثلاثي لماذا سمي الثلاثي؟ 1 2 3. فهذا كان قديما الباب الثلاثي هو مغلق. كما نرى هناك مكان صغير للصلاة هنا، لكنه ليس صغيرا فعليا، لأنه يوجد عندنا هذا الباب، وهذا الباب إذا دخلته تجد نفسك هنا في أوسع وأكبر مصلى في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهو للمفارقة ليس موجودا فوق الأرض وإنما تحت الأرض. وهذا المكان العظيم هو المصلى المرواني، شيء ضخم يعني واسع جدا جدا جدا، يتكون من 16 رواقا. الرواق اللي هو الممر هذا الذي ترونه بين صفين من الأعمدة هذا يسمى رواق، يتكون من 16 رواقا من الأعمدة الضخمة، ويصلي فيه بأريحية، يعني يستطيع أن يصلي فيه 10,000 مصلي بكل سهولة. طيب هذا المكان لماذا بني ومن الذي بناه؟ الذي بناه أولا هو الأمويون في عهد عبد الملك بن مروان وولده الوليد بن عبد الملك، اللهم صل على سيدنا محمد. وكانت البداية أنه أرادوا تسوية الأرض، لأن المنطقة هنا منحدرة، فأرادوا بناء يعني مبنى معين حتى يعني تسوية حتى يبنى فوقها الجامع القبلي. فبنيت هذه الأعمدة التي كانت في ذلك الوقت تسمى التسوية فقط، تسوية الشرقية. وكان المكان هذا مخزنا لم يكن للصلاة، يعني بعد أن بني فقط كما قلنا هو يعني جعل مخزنا. وبعد ذلك بقي كذلك حتى عهد الاحتلال الصليبي. في عهد الاحتلال الصليبي تم تحويله إلى اسطبل للخيل، يعني لما تسمعوا الصليبيين حولوا جزءا من الأقصى للخيل فاسطبل، فهذا هو المصلى المرواني. ثم جاء صلاح الدين ونظفه ورممه وطهره وحوله مرة أخرى إلى مخزن، وبقي كذلك حتى عام 95 عندما اكتشف في وثيقة نشرتها إحدى الصحف البريطانية بيّنت العربية طبعا هي بيّنت أن الاحتلال الصهيوني أثناء مفاوضاته كانت هناك مبادرة بأن يكون ما تحت الأرض لليهود وما فوق الأرض للمسلمين بحيث يحلون قضية المسجد الأقصى المبارك. كانت الاحتلال يضع عينه على هذا المكان لتحويله إلى مصلى أو كنيس لصلاة اليهود في داخل المسجد الأقصى. فهب أهلنا في مدينة القدس فورا وقاموا بتنظيف وترميم وتجهيز هذا المكان وتحضيره كما نرى، وفرشه بالتراب ثم فرشه بالبلاط ثم فرشه بالسجاد
مده بالكهرباء، وكان ذلك مع بداية شهر رمضان للانتهاء من العمل في شهرين فقط. واكتمل العمل فعليا في مع بداية شهر رمضان افتتح المكان للصلاة لأول مرة في التاريخ. وكان ال10,000 الذين يتسع إليهم يدخلون من تلك المساحة التي رأيناها، وهي مساحة صغيرة كما نرى. فتم بذلك فتح في عام 2000 تم فتح 2 من البوابات القديمة التي كانت مغلقة. يعني هذه التي ترونها هناك الجدار، هذا كان في الأصل بوابة في العهد الأموي، فتم فتح 2، هي واحدة وهذه الثانية، وكان ذلك في عام 2000. فافتتحت هذه البوابات الكبيرة للمصلى المرواني في عام 2000، وجهزت فعليا لكي يستطيع عدد هائل من الناس الدخول بسهولة إلى الجامع القبلي، عفوا إلى المصلى المرواني بسهولة ويسر لتسهيل الحركة. وهذا الذي أغضب الاحتلال الصهيوني، وجعل أرييل شارون رئيس المعارضة في ذلك الوقت يقتحم المسجد الأقصى المبارك. هذه هي الساحة التي تم افتتاحها، يعني تم حفر هذه الأرض ووضع هذا الأدراج وهذه الساحة، وفتحت البوابات التي نراها هنا لدخول المسلمين إلى المصلى المرواني. هذا الأمر أزعج سلطات الاحتلال وجعل أرييل شارون يقتحم المسجد الأقصى المبارك. ومن هنا انطلقت انتفاضة الأقصى المشهورة. طبعا هنا نستطيع أن نسير إلى الأمام، نذهب إلى باب الرحمة وإلى المنطقة الشمالية، ولكن لا وقت لدينا في هذا العمل. فلذلك ماذا سنفعل؟ سنتوجه بدلا من ذلك باتجاه المنطقة الغربية، من فوق هذه المصطبة. هذه المصطبة يعني منطقة مرتفعة قليلا عن الأرض تسمى مصطبة، وهذه مصطبة، هذه التي نقف عليها مصطبة صبرا وشتيلة، سميت باسم المجزرة المشهورة صبرا وشتيلة التي حدثت عام 82. ووضع هذا الحجر التذكاري موجود عليه آية من سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طيب، سنعود من نفس الدرجات التي نزلنا منها ونذهب باتجاه الغرب. يعني عندنا تقريبا نصف المسجد لسه في الجهة الشمالية، ما نستطيع أن نغطيه للأسف بالكامل بسبب ضيق الوقت، ولكن نتجه إلى الجهة الغربية لنرى بعض المعالم الغنية في الغرب، يعني في المنطقة الغربية من المسجد الأقصى المبارك. كما نرى هناك معالم كثيرة جدا. يعني هنا نستطيع أن نرى أنه هناك عندنا رواق طويل. هذا الرواق الطويل، الرواق اللي هو الممر الطويل هذا ينتهي عنده الأقصى، يعني الأقصى ينتهي عند هذا الباب. هذا الباب إذا دخلت منه فأنت خارج المسجد الأقصى. طيب، هل هذا من أبواب الأقصى؟ لا، هذا الباب أحد الأبواب التي تؤدي إلى مدارس قديمة كانت ملحقة بالمسجد من خارجه، لكن جزءا كبيرا منها صار يستعمل للدفن، وخاصة هذه الغرفة. هذه دفن فيها عدد يعني من الناس، أظن 1 2 3 4 5 6 أشخاص، نعم، في 5 قبور. أول من دفن هنا شخص مهم جدا. أول من دفن في هذه الغرفة كان اسمها قديما المدرسة الخاتونية، لكنه بعد ذلك تم تحويلها إلى مكان للدفن كما نراها الآن. هذه طبعا هم لاحظوا هم ليسوا مدفونين داخل الأقصى، هم خارج الأقصى لكن بجواره. أول من دفن هنا رجل ليس من مدينة القدس، وأقول لك ليس حتى من فلسطين، وأقول لك كمان يعني أضيف لك إياها ليس حتى عربيا، لا، وليس تركيا وليس فارسيا، وإنما هندي. من هو؟ إنه محمد علي جوهر الهندي، مولانا محمد علي جوهر. ما قصة هذا الرجل؟ ما جاء به من الهند إلى هنا؟ هل جاور في الأقصى؟ هل نزل هنا؟ الواقع لا، كل هذا لا. الرجل عاش حياته في الهند، وكان كاتبا معروفا، وكان صحفيا، وكان معروفا حتى من العلماء، يعني يتكلم كثيرا في موضوع في السياسة وشؤون البلاد. وهذا الرجل خرج اللهم صل على سيدنا محمد من الهند باتجاه بريطانيا تلبية لدعوة وصلته من الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في أيام الاحتلال البريطاني. ذلك كان في عام 1930. لماذا؟ لأنه كان هناك مؤتمر، قرر المجلس الإسلامي الأعلى أن يعقد مؤتمرا عالميا لعلماء الأمة أين في بريطانيا، لكي يبين إسلامية هذه القضية، وأنها ترتبط بالمسلمين جميعا وليس بالفلسطينيين وحدهم أو حتى بالعرب وحدهم.
فوصلت الدعوة إلى محمد علي جوهر وقطع نصف الكرة الأرضية. طبعا في ذلك الوقت الموضوع مش بهالبساطة التي تتخيلها، يعني من الهند إلى لندن يعني المسافة ليست بسيطة. مع ذلك تجشم هذه الصعاب وخرج لأجل مؤتمر، ولما وصل إلى لندن ألقى كلمته وتحدث في المؤتمر مع الناس، ثم مات في لندن رحمة الله عليه. وتوفي في يوم، كان حتى يوم وفاته 15 من شعبان، اللي هو على فكرة ذكرى تحويل القبلة على أرجح الأقوال. فأهل القدس يعني وفد القدس كثير تأثر بهذا الرجل، قطع نصف الأرض لأجل المسجد الأقصى ثم يدفن في لندن. عجيب. فطلبوا إذنا من وفد الهند بأن يؤخذ محمد علي جوهر الذي جاء لأجل المسجد الأقصى فيدفن إلى جوار المسجد الأقصى. وفعلا وافق وفد الهند، فأخذ جثمانه رحمه الله ونقل إلى القدس، فوصل إلى مدينة القدس. وانظر البركات، وصل إلى مدينة القدس يوم الجمعة 5 من شهر رمضان المبارك، يوم مبارك في شهر مبارك في مكان مبارك في أيام مباركة في ساعة مباركة، في يوم الجمعة في ساعة الجمعة. وخرجت القدس كلها في جنازته. حتى الدكتور وليد الخالدي صاحب كتاب قبل الشتات وضع صورة لجنازة محمد علي الهندي، فرق الكشافة والناس كلها خارجة وصلوا عليه صلاة الجنازة هنا في المسجد الأقصى المبارك، ثم دفن في هذه الغرفة رحمه الله. وكتب هنا في الأعلى فوق الشباك كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ضريح المجاهد العظيم مولانا محمد علي الهندي تغمده الله برحمته، توفي بلندن في النصف من شعبان ودفن بالقدس الجمعة 5 من رمضان سنة 49 و300 1349 للهجرة. وكتب هنا خادم الكعبة، وهنا حارس الأقصى والبراق رحمة الله عليه. وللعلم دفن بجانبه أيضا يعني مجموعة من الشخصيات المقدسية مثل أحمد حلمي عبد الباقي، مثل موسى كاظم باشا الحسيني، وأخو الحاج أمين الحسيني، وفي نفس الوقت والد القائد المعروف عبد القادر الحسيني رحمه الله بطل معركة القسطل، الذي دفن أيضا في هذه الغرفة في هذا المكان، ودفن أيضا ابنه فيصل إلى جانبه أو في نفس قبره. لكن هنا إن هذه الغرفة فيها هذا الرجل العظيم وقصته الجليلة. أريد أن أسألك هنا السؤال ولا أريد أن تجيبه، يعني أريد فقط أن تفكر فيه في هذه الأيام الفضيلة. محمد علي الهندي قدم شيئا بسيطا للمسجد الأقصى المبارك، وهو أنه خرج قطع نصف الأرض عشان مؤتمر لأجل الأقصى. هل فعلت شيئا لأجل المسجد تستحق معه أن تدفن مثل هذا الرجل إلى جوار المسجد الأقصى المبارك؟ أترك هذا السؤال لك لتجيبه بنفسك. طبعا هنا إلى جانبه يقع الباب الثاني، باب القطانين الضخم هذا، وهو من أكبر الأبواب المفتوحة، وإلى جانبه باب المطهرة الجميل هذا الذي يؤدي إلى المطهرة. وفي الأعلى على فكرة توجد غرف قديمة، هذه الغرف هي أصلا مدارس قديمة، يعني هنا مدرسة الرباط الزمني وهي اليوم سكن للبيدوح، وهنا مدرسة العثمانية وهي سكن آل الفتياني. لعلكم رأيتم الفيديوهات التي انتشرت قبل فترة في رمضان للمشهد الجميل من الشباك، البيت الذي يطل على قبة الصخرة، هذا هو، يعني هو اسمه المدرسة العثمانية، هي ليست عثمانية، هي مملوكية، لكن المدرسة نفسها لم تعد مدرسة، أصبحت بيتا لآل الفتيان يجاورون المسجد الأقصى المبارك ويطلون يعني هذه الإطلالة الجميلة. طبعا هم ليسوا الوحيدين، هناك إطلالات كثيرة وبيوت كثيرة حول الأقصى مثل آل الدجاني وغيرهم في الناحية الشمالية مثلا، لكن هؤلاء أقرب الناس إلى قبة الصخرة وأوسع شباك موجود، يعني يمكن أن تطل منه على قبة الصخرة، إضافة لهذا السبيل الجميل سبيل قايتباي. وسبيل قايتباي يعني مميز جدا، يعرفه أهل مصر، بيعرفوا قايتباي بالذات أهل الإسكندرية، عندهم قلعة قايتباي موجودة في الإسكندرية. وإلى جانبنا هنا المدرسة الأشرفية التي بناها نفسه قايتباي، وفي الأعلى طبعا هي تستعمل، في الأسفل هنا أصبح مركز المخطوطات، وهنا سبل ماء مثل بركة النارنج وسبيل قاسم باشا وقبة موسى. وهنا المدرسة الأشرفية البديعة بجمالها وروعتها، وهي اليوم ثانوية شرعية للبنات داخل الأقصى، وهناك ثانوية شرعية أخرى للبنين في الناحية الشمالية للمسجد الأقصى. وفي الأعلى إحدى مآذن المسجد الأقصى لمئذنة السلسلة، فوق باب السلسلة هذا الباب. وفي الأعلى هنا بأعلى باب السلسلة توجد مدرسة قديمة كانت اسمها المدرسة التنكزية في الأعلى، لحظة تطل على الأقصى. هذه للأسف يسيطر عليها الاحتلال، وهي نقطة لشرطة حرس الحدود الصهيوني
في المسجد الأقصى المبارك للأسف الشديد. طبعا هنا إلى جانبنا نمر الآن إلى جانب، نعم، نمر الآن إلى جانب حائط البراق. يعني هذا هو حائط البراق. طبعا أين يصلي اليهود؟ يصلون في الطرف الآخر يعني من الحائط، لكن في الأسفل. وهنا إلى جانبنا مسجد البراق في الأسفل، هذا لا نستطيع زيارته الآن، هو تحت الأرض. نتركه لكم إن شاء الله. هنا لاحظوا، نتركه لكم إن شاء الله لدخوله وحدكم. وعدنا إلى باب المغاربة. سنذهب من هنا إلى هذه مئذنة الغوانمة أو عفوا مئذنة المغاربة، وأمامنا مباشرة المتحف الإسلامي الذي افتتحه المسلمون في داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذه الأعمدة من بقايا الأعمدة القديمة، وعند الشجرة هناك يوجد مكتبة الأقصى. سندخل الآن إلى الجامع القبلي حيث نختم جولتنا إن شاء الله عز وجل. والجامع القبلي هو مصلى الرجال الرئيسي. طبعا قبة الصخرة هي مصلى النساء الرئيسي في المسجد الأقصى، والرجال يصلون في الجامع القبلي بشكل عام، خاصة يوم الجمعة. طبعا في الأسفل هنا يوجد مصلى آخر تحت الجامع القبلي، وهو ممر اسمه الأقصى القديم، لكن لن نزوره هنا، سأتركه لكم. وندخل إلى الجامع الأساسي الذي يقف فيه إمام المسجد الأقصى المبارك، والرجال بالذات يصلون فيه داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا المكان، انظر إلى السقف، تحفة بديعة بكل ما تحمل كلمة تحفة من معنى. هذا المكان البديع هو الجامع القبلي الذي يظنه كثير من الناس المسجد الأقصى المبارك. طبعا لاحظوا، هو ليس المسجد الأقصى، هو جزء من المسجد الأقصى. هذا يتسع فقط ل 5500 مصلي. المسجد الأقصى طبعا كله يتسع إلى كما قلنا حوالي 250,000. الناحية الشرقية كما نلاحظ يعني البناء فيها كأنه حديث، لاحظوا، مقارنة مع الناحية الغربية. يعني لاحظوا الناحية الغربية كيف بناؤها قديم. ليه؟ لأن الناحية الشرقية هذه هي أكثر ما تأثر بالإحراق. أحرقها مستوطن صهيوني اسمه دينيس مايكل روهان، جاء من أستراليا في عام 1969، وأحرق الجامع القبلي في حديقة الأقصى المشهور يوم 21/8. فأعيد بناء هذه المنطقة بالكامل. طبعا هنا نستطيع أن نرى واحد من أجمل المشاهد التي نراها في الأقصى، وهي قبة الجامع القبلي، وهي تتميز حتى عن قبة الصخرة المشرفة بكثرة ألوانها. يعني هي تتميز بكثرة الألوان المميزة فيها، ليس فقط اللون الذهبي. فإذا ما نظرنا منها إلى المساحة الرئيسية هنا، الواجهة الرئيسية، نستطيع أن نرى جمال واجهة الجامع القبلي، وهي الواجهة الرئيسية للمسجد الأقصى كله على فكرة، ليس فقط الجامع القبلي طبعا. وبالذات عندنا معلمان أساسيان هنا، هما المنبر والمحراب. أما المنبر فهو منبر نور الدين محمود. بعض الناس يسمونه منبر صلاح الدين على اعتبار أن صلاح الدين هو الذي وضعه في الأقصى، لكن صلاح الدين ليس الذي بنى هذا المنبر. هذا المنبر أمر ببنائه الملك العادل نور الدين محمود ابن زنجي، اللي هو اللي قبل صلاح الدين. وهذا الرجل كان مقتنعا أنه سيتمكن من تحرير الأقصى لدرجة أنه يعني أمر ببناء هذا المنبر في مدينة حلب في سوريا، ووضع في سوريا اليوم طبعا في مدينة حلب، وخزن هناك في حلب تجهيزا لذلك اليوم العظيم. لكن نور الدين توفي. فصلاح الدين لم يكن يعلم على هذا المنبر، ليس كما يدعي البعض أنه كان يحمله معه المرأة، لا، غير صحيح، كان لا يعرف حتى عن هذا المنبر. فلما اكتمل بناؤه تحرير المسجد، أراد أن يصنع له منبرا للمسجد الأقصى المبارك لكل الأقصى. طبعا هذا المنبر هو منبر الجامع القبلي، لكنه في الحقيقة هو منبر كل الأقصى، لأنه إمام المسجد الأقصى المبارك وخطيب الجمعة في المسجد الأقصى كله يقف هنا في هذا المنبر. فأراد أن يبني له منبرا، فقيل له أن نور الدين كان قد أمر بصناعة منبر وتعب فيه السنين، ففرح بذلك وأمر بإحضار ذلك المنبر، فوضع مكانه هنا، وهو يتكون من 16,500 قطعة مركبة مع بعضها بأسلوب اسمه التعشيق زي الأرابيسك، وليس فيه مسمار واحد من الخشب، ليس فيه مسمار واحد. فوضع مكانه وكان تحفة فنية عظيمة، وبقي مكانه 800 سنة من الخشب يا جماعة، خشب 800 سنة وهو مكان في هذا المكان الجليل، وبقي مكانه. خطب من فوقه حوالي 40,000 خطبة جمعة. ثم بعد ذلك في عام 69 تحديدا يوم 21 شهر 8 أغسطس عام
69 أحرق الجامع القبلي على يد دينيس مايكل بوهن المجرم المتطرف الأسترالي. على فكرة لم يكن يهوديا، كان مسيحيا. هذه معلومة كمان لا يعرفها كثير من الناس. فقام بإحراق الجامع القبلي كاملا واحترق المنبر للأسف، ولم يبق منه إلا أجزاء بسيطة، تحف بسيطة والبوابة فقط بقيت. ووضع بدلا منه منبر حديدي صغير. في عام 97 كان الملك الراحل الملك حسين، كان قد ملك الأردن الراحل، كان قد أعلن أنه بدأ يعني أو أمر بإعادة إنتاج هذا المنبر مرة أخرى بنفس الطريقة وبنفس الخامات وبنفس الأسلوب. فاكتمل العمل بعد وفاته في أيام الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الحالي في عام 2007. اكتمل العمل بعد 10 سنوات، 8 سنوات وهم يدرسون المنبر، كيف صنع المنبر. يعني هم يحاولون يفهموا كيف صنع المنبر وكيف كان يركب إلى آخره. ثم أعيد إنتاجه في مشاغل جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن بنفس الخامات، ووضع في مكانه هنا. أعيد منبر نور الدين إلى شكله الطبيعي، فقط فرق واحد. كان الفرق أنه على يد المنبر، ذراعي المنبر اليمين واليسار، نقشت القصة، قصة أن هذا المنبر هو بديل عن المنبر الأصلي الذي أحرقه المتطرفون. أخيرا هنا في داخل هذا أو في ننظر إلى هذا المحراب، والذي يهمنا من هذا المحراب أكثر نقطة تهمنا منه هي اللوحة التي ترونها في الأعلى، هذه اللوحة الجميلة. وهذه اللوحة أنا أعتبرها يعني ربما تكون أهم لوحة في المسجد الأقصى كله. لماذا؟ هذه اللوحة هي اللوحة التي يعني كتبت لتأريخ تحرير المسجد الأقصى المبارك على يد صلاح الدين. ما المكتوب هنا؟ طبعا واحد من الناس بيقول لي، بيسالني مره، هل هي بخط يده؟ غير صحيح، هذه بالفسيفساء يا جماعه، بالحجاره الصغيره مكتوب. مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم: امر بتجديد هذا المحراب المقدس وعماره المسجد الاقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبد الله ووليه يوسف ابن ايوب ابو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة 83 و500، يعني 583 للهجرة. السطر الأخير هو أهم سطر، لأنه يعطيك صح التعبير النتيجة، الاستنتاج، conclusion، كيف فتح الأقصى. يقول: وهو يسأل الله إيزاعه شكر هذه النعمة، يعني مساعدته على شكر هذه النعمة، وإجزال حظه من المغفرة والرحمة. هذا هو المفتاح، الإخلاص هو المفتاح. لماذا حرر المسجد الأقصى؟ لأنه كان يريد المغفرة والرحمة، كان يريد أن يرضى الله عز وجل عنه، كان شعاره أملي أن يرضى الله عنه. لم يكن الأمر بالنسبة له مرتبطا بمال، ولا مرتبطا باسم، ولا مرتبطا بمجد، وإنما مرتبط برضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسجد الأقصى المبارك. هذه لمحات من المسجد الأقصى المبارك. كل ما ترونه هنا في داخل هذا المكان وفي هذه الصورة هو المسجد الأقصى المبارك بكل ما فيه من عظمة وجلال. كل ما رأيتموه اليوم وكل ما سترونه عندما تدخلون هذا التطبيق وعندما تزورون الأقصى إن شاء الله عز وجل محررا بإذن الله رب العالمين، هو ملكك الشخصي، وهو ملكك الشخصي. رب العالمين قدر أنه أنت تملك هذا المكان، ليس أهل فلسطين ولا أهل القدس، أنت الذي تملك هذا المكان. معنى ذلك نقطتان: النقطة الأولى أنه لا يمكن لأحد مهما كان، لا فلسطيني ولا غير فلسطيني، ولا عربي ولا تركي ولا روسي ولا أمريكي ولا غيره، لا يملك أحد أن يتنازل عن ذرة تراب مما يوجد في هذا المسجد دون موافقتك الشخصية. لك الحق ولك الحق في رفض ذلك. والنقطة الثانية أنه ما دام ملكك الشخصي فإنك ستسأل عنه يوم القيامة كما تسأل عن قميصك الذي تلبسه، وكما تسأل عن نظارتك وعن ساعتك وعن كل ما تملكه فعليا، لأنك تملك المسجد الأقصى المبارك. أسأل الله عز وجل أن رب العالمين يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما بفضله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن رب العالمين يبارك هذه الجهود الطيبة لكم جميعا، ويعني أشكر لكم هذه الفرصة الطيبة التي يعني أتحتموها لنا في هذه الساعة المباركة. ما شاء الله أنا أرى يعني مجموعة ملاحظات يعني كثيرة، لا أدري هل
نعم. أكتب لكم هنا منطقة التطبيق مرة أخرى. يمكنكم تحميل هذا التطبيق من هذا الموقع الذي ترونه أمامكم. هذا الموقع اللي هو موقع الأقصى 3D.com. بإمكانكم تحميل هذا التطبيق مجانا. بإمكانكم تحميله مجانا. هو متاح. يمكنكم تحميله سواء على أجهزة الكمبيوتر أو على أجهزة الهاتف أو على أجهزة التابس، سواء كانت الهواتف أو التابس يعني أبل يعني أو أندرويد، تعمل بنظام أبل مثل آيفون وآيباد، أو بنظام أندرويد بأي أجهزة تعمل بنظام أندرويد، أو حتى الماك أيضا، أجهزة الماك وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت، كلها يمكنكم أن تأخذوه من هذا الموقع. كل ما تحتاجونه هو تحميل هذا التطبيق مجانا لكم جميعا، وتتجولوا في المسجد الأقصى وتتعرفوا على المعالم، يعني لأن قلنا لكم أن الفوانيس التي ظهرت عندنا كلها تعطيكم معلومات عن المعالم التي تمرون فيها. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والتيسير، وبارك الله تعالى فيكم، والحمد لله رب العالمين. تفضل سيدي الفاضل، الكلام لك.